كلنا عندنا أهداف وعندنا طموحات وحاجات معينة عايزين نوصل لها في بداية السنة الجديدة. كلنا كتبنا أهدافنا في السنة اللي فاتت في آخرها في شهر 12 بمعتقد إن إحنا لما نبدأ السنة الجديدة من أول شهر واحد بمعتقدات جديدة جدا إن كده خلاص هنبدأ ونبدأ نرسم بقى الطريق بتاعنا. وأنا عندي هدف معين عايز أوصل له، عايز أبقى هكون مبلغ معين من المال، هعمل حاجة معينة. فلأ، جهز قهوتك، جهز حاجتك، شوتك الجميل، ظبط حالك ويلا بينا نبدأ وهنستمتع. الأهداف مش مرتبطة خالص بالوقت اللي أنا عايز أبدأ فيه الحاجة، على قد ما هي مرتبطة أكتر بأن أنا هبدأ في اليوم ده. لأ، أنا هبدأ من بكرة، أنا عايز الحاجة هبدأها من النهاردة، مش لسه هستنى شهر 12 الساعة 12 بالليل علشان أبدأ الحاجة اللي أنا عايز أبدأها. الموضوع ما بيمشيش كده خالص، ودي الغلطة اللي كلنا بنقع فيها. ومن هنا جه ستيف هارفي بيعلمنا ازاي ان الواحد فعلا هو كل اللي محتاجه، ومش محتاج لوقت معين ان هو يبدأ حاجة معينة اطلاقا. الراجل هنا اتكلم ان انت كل اللي انت محتاجه ان انت بتسكيب حاجة معينة، بتقفز. بكتابه المشهور جدا كتاب اقفز، اللي طبعا اتنشر بسبب حاجة غريبة جدا، وكانت هي ان هو وقف في مرة في البرنامج بتاعه ذا فاميلي فاوند، ووقف كده وفضل يتكلم مع الناس عادي جدا في البريك. بس في لحظة ان هو بيتكلم كانت الكاميرا رولينج والمشهد اتصور، والناس كلها اقتنعت جدا بالكلام بتاعه واتبسطوا قوي من الكلام اللي هو قاله، وقد ايه ان هو فعلا اثر فيهم. والناس بدأت تتصل عليه وتقول له انت كلامك اثر فيا، انت قد ايه غيرت حياتي. والراجل عمال يسمع الكلام بيقول انا يا جدعان انا ما عملتش حاجة، طب ايه الفيديو اللي انتوا بتتكلموا عليه ده؟ واتضح ان هم في البريك لما كانت رولينج حد خد الفيديو ده ونشره على اليوتيوب. الفيديو اللي وصل ل 58 مليون مشاهده. وطبعا المشاهدات دي وكل الفيديو عملوا ده قبل ما الشركه ما تروح تاخد الفيديو بتاعه من هناك وتعمل حقوق ليهم للتيم بتاعه. ومن هنا اتنشر الفيديو بتاع اقفز، ومن هنا خدوا ستيف هارفي وعمل منه كتاب ممتع اسمه ستيف هارفي اقفز. طيب ايه بقى الفكره بتاعت الكتاب؟ هو بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم ان كل واحد فينا عنده حاجه معينه عايز يوصل لها، او اي حد مشهور، حد كبير، حد وصل لحاجه معينه. فالبني ادم ده ما خدش الحاجه ديت الا بقى لو واحد جات له الحاجه دي من اهله او ورثها او حاجه زي كده. ففي بقى طريق تاني اللي هو اللي احنا محتاجين ان احنا نعمله. كل الناس الكادحه، كل الناس اللي بتتعب لازم بتاخد خطوه، بتاخد حاجه مهمه في حياتها وتبدا انها تعملها. الموضوع بيشابه شويه ان انت مثلا تبقى راكب طياره هليكوبتر والطياره ماشيه وانت بتلبس الهيلمت وتبدا ان انت تحدف نفسك من الطياره. لما انت بتحدف نفسك كده دي القفزه بتاعتك. على قد بقى الحاجه اللي انت عايز توصل لها دي على قد ما انت بتدفع لها. كل هدف انت رسمه في حياتك انت بتدفع له. طيب واحد عايز يوصل لان هو مثلا عايز يكون رئيس وزراء، عايز يكون حاجه كبيره جدا، فانت بتقفز القفزه بتاعتك مش هتكون طبعا زي قفزه واحد عايز يروح يشتري عجله. كل واحد على قد ما هو عايز الحاجه دي على قد ما هو ما بيبذل لها، وكلنا كده. فهو الراجل بيتكلم معاك ان مثلا الشيف علشان يبقى شيف فهو بيبدا من تحت خالص وبيكبر يكبر يكبر لحد ما يقدر انه يوصل للمستوى اللي يأهله ان هو يكون شيف ويوصل لحلمه. الحلم ده بيضطر لسنوات كتير جدا من وقت وجهد وفلوس وتعب وسهر وكل الكلام ده. فده الثمن بتاع الحلم بتاعه. كلنا بقى كل واحد فينا عنده حلم هيبقى عنده مقابل للقفزه بتاعته. طيب ومن هنا ستيف قال لك ايه علشان المقطع ده يتشهر بالشكل الجنوني ده، وان هو يوصل للناس كلها والناس تفضل تشغله وتبقى عايزه تعيد فيه من كتر ما هو فعلا مؤثر فيهم وغير حياتهم. حتى ان الطاقم الاعداد بتاعه كانوا بيقعدوا يشغلوا الفيديو علشان يقعدوا يحمسوا نفسهم ويحفزوا نفسهم ان هم يشتغلوا اكتر وان هم يبقوا مندمجين قوي جوه الشغل. طيب قال لك ايه بقى ستيف؟ انا هقول لك. ستيف بقى في المقطع قال لك اقفز. كل واحد في الحياة دي وصل لحاجة معينة معناها ان هو قفز ودفع الثمن بتاعها. وده اللي عليك انت كمان يا صديقي، ان انت تقفز، ان انت تتحرك وتدفع ثمن الحاجة اللي انت عايزها. كل واحد فينا عنده تصور للفلوس اللي هو نفسه يوصل لها، وكل واحد فينا ليه تصور للعربية اللي نفسه يركبها في يوم من الايام. كل واحد فينا ليه تصور في زوجته او شريكة حياته اللي هيكمل معاها، بأبنائه هيكونوا ايه، بالبيت اللي هيعيش فيه. كل واحد فينا عنده تصور للأحلام دي، وكل واحد عنده حلم معين. صعب جدا انت تلاقي مجموعة من الناس عندهم 5 أو 6 أو 7 أحلام كلهم شبه بعض وكلهم ماشيين نفس الطريق. ولو كلهم ماشيين نفس الطريق فالقدر بتاع ده غير ده، حياة ده غير حياة ده. كل واحد له أسلوب متغير. كل واحد فينا عنده حلم.
يا اما بيشتغل علشان عايز يوصل له، او بيحلم بس ان هو يحققه في يوم من الايام. طيب دلوقتي يا عم حازم، انا عندي تصور مختلف عن باقي الناس، عندي حاجات معينه، عندي حياتي انا لوحدي، عندي تصور ربنا مديهولي انا لوحدي، التصور ده عندي انا. طيب هل ربنا اداك التصور ده بس وهيسيبك انت بقى تبدا انت تشتغل بقى وتروح هنا وتتنطط هنا وتيجي من هنا؟ لا، فربنا اداك معاه جيفت، اداك هديه. ايه بقى الهديه اللي ربنا اداها لك ديت؟ وهي موهبتك. كل واحد فينا عنده موهبه مختلفه، كل واحد فينا عنده حاجه هو بيستمتع ان هو يعملها. طب من الاول كده، يعني ايه اصلا، يعني ايه هوايه؟ هواية هي حاجة الإنسان بيهواها، إن أنت وأنت بتعملها ما بتحسش بالوقت بتاعك، حاجة أنت بتحب تعملها، أنت مش مجبر إن أنت بتعملها وتقعد تحسب الوقت، أصلا أنا عدى قد إيه، أصلا أنا فاضل لي قد إيه. لأ، هواية حاجة أنت بتحب تعملها، حاجة أنت مبدع فيها، حاجة أنت شاطر جدا فيها. الحاجة دي من السهل جدا إن أنت تحولها من موهبة بالشغل بقى والسعي والتعب، وإن أنت تبذل وتتحرك. بالتالي هتبدأ إن الحاجة ديت هتبقى هي دي القفزة بتاعتك، هي دي البداية بتاعتك. والهوايات طبعا كتيرة جدا ومتعددة، وإياك إنك تستحقر الحاجة اللي أنت موهوب فيها، الحاجة اللي أنت متقنها بشكل كبير جدا ومش بتاخد منك جهد كبير وأنت أصلا حابب إن أنت تعملها. طيب في ناس كتير قوي بيكون مثلا الموهبة بتاعته إن هو أحسن واحد بيحلق في البلد اللي هو عايش فيها، أحسن واحد بيعمل بطاطس، أحسن واحد بيعمل فرايد تشيكن. بجد بجد في ناس عملت ملايين ومليارات وعملت كل حاجه هم عايزينها في دنيتهم بسبب موهبه ممكن اي حد تاني ممكن يستحقرها. يعني انا احسن واحد في الدنيا بيعمل فرايد تشيكن، يعني انا احسن واحد بيعمل بطاطس مثلا. لا، في ناس كتير قوي قدرت انها تعمل الحاجات دي بشكل بسيط، زي او مش زي ده، اشهر واحد في العالم عمل فرايد تشيكن كي اف سي. ممكن كلنا عارفينه، كلنا عارفين كي اف سي. وده بدأ من ايه؟ من موهبه، من حاجه بسيطه ان هو بيعرف يعمل بروست. الموضوع بسيط جدا. ستيف برضو قال لك في الكتاب على نموذج الموهبة ان هو في ايام الجامعة كان هو واصحابه كان فيهم واحد ما كانش بيرضى ينزل يتمشى معاهم بالليل ويخرجوا ويروحوا الحانة والكلام ده، وده علشان هو كان بيقول لهم انا لازم اصحى بكرة الصبح بدري الساعة 6 الصبح علشان اروح يعني اعمل النجيلة او اقص النجيل بتاع السيدة جونسون. فهم كلهم كانوا بيقعدوا يتريقوا عليه ويتنمروا عليه، وليه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ يعني انت هتمشي ومش هتقعد معانا علشان تصحى تاني يوم الصبح تروح تقص العشب بتاع السيده جونسون؟ طب يعني بتديك كام يعني، او بتعمل لك ايه؟ فالراجل ده بعدها ب10 سنين بقى الدخل الشهري بتاعه من القص العشب دوت 4 مليون دولار. وواحد تاني من صحابه كان هوايته وحبه وشغفه ان هو بيحب يغسل العربية، يعني هو بيبقى عايش كده مرتاح نفسيا لما يمسك في ايده بقى الفوطة والحاجات ويبدأ ان هو يلمع في العربية. وحاليا الراجل دوت بيكسب 800 ألف دولار سنويا من مغاسل السيارات. ما حاجة بسيطة جدا، هواية ممكن تكون بالنسبة لناس كتير قوي اللي هو انت ايه اللي بتعمله ده؟ ايه يا ابني ايه الحاجة دي؟ لا، الراجل قدر ان هو يعني من حاجات بسيطه جدا الكل مستحقرها، صحابه كانوا بيتنمروا عليه، قدروا هما الاثنين ان هم يوصلوا لحاجه كبيره جدا بسبب ان هم كانوا مصرين عليها. كلنا تقريبا عارفين ناس حققوا حاجات كبيره جدا بس من حاجات هم حابينها، او حاجات شغل هم بيحبوا ان هم يعملوه، حاجه هم شاطرين جدا فيها. مش شرط ان انا اجي اقول لك دلوقتي مثلا زي محمد رمضان، او اجي اقول لك زي مش عارف زي ويجز، حد مثلا مشهور او حد جامد. لا، احنا اكشلي في حياتنا في ناس قدروا ان هم يعملوا الحاجات دي. ممكن يكون ركب العربيه اللي كان بيحلم بيها، اتجوز البنت اللي كان بيحبها، قدر ان هو يعيش في البيت اللي كان عايز يعمله، قدر ان هو يكون فلوس معينه. فالناس دي كلها قدرت ان هي تقفز. كلنا عارفين قفزة الثقة اللي بتبقى في الجيش تقريبا، كلنا تطلع وتنط كده من مسافة عالية جدا. اهو نفس الموضوع، انت بتاخد ده بس بتطبقه على حياتك، ان انت بتقفز. اقفز. الناس دي عملت ده وقدرت انها توصل لحاجة اللي هي عايزاها، فانت كمان لازم تعمل كده، وان انت تتحرك وتقفز. وانا فعلا فاهم قد ايه ان هو الموضوع صعب، بس انت كل اللي عليك ان انت بتآمن بربنا سبحانه وتعالى تتحرك للحاجة اللي انت عايزها. طيب جه بعديها ستيف برضه في كتابه اتكلم على حاجه مهمه جدا، وهو ان هو جه يتكلم على ان انت تبقى جوه قالب روتين، ان انت بتبقى عندك شغلانه بتفضل ثابت فيها من 5 ل 10 ل 15 ل 20 سنه، بتفضل حياتك كلها جوه نفس الوظيفه.
في ناس كتير قوي انا نفسي شغال معاهم يمكن حاليا الناس ديت بقالهم اكتر من 10 سنين يعتبر نفس المرتب، نفس العيشه اللي هم عايشينها، نفس الفلوس اللي بتتصرف، نفس المواصلات، نفس الروتين اليومي. حاجه بتكون بجد صعبه جدا. الناس دي بتبقى بتنام كل يوم عشان تصحى الساعه 6 الصبح، تروح شغلك من الساعه 7 لحد الساعه 4 العصر، بعد كده تروح تقعد شويه وتروح تقعد تاكل حاجه ولا مش عارف ايه وتنام وخلاص كده. روتين يومي هيستمر معاك باقي حياتك كله، وهو ده الروتين. انت كده وقعت جوه حفره صعب جدا ان انت تقدر تطلع منها. فالحق نفسك من الاول وشوف الحاجه اللي انت بتحبها، حاول حتى لو انت شغال تحط الحاجه دي جنبها، بحيث ان انت تبقى انت شغلك مستمر فيه وكل حاجه وروتين، بس جنبه حاجه تخرجك بره الروتين ده. ان انت مثلا بتعمل حاجه جديده بتحبها، عندك مشروعك الخاص، عندك اي حاجه بتجيب لك دخل سلبي، ومنها تقدر ان انت تتحرك وما تبقاش جوه الروتين المقرف ده. طبعا علشان تعمل حاجه زي دي فانت عندك شرط، كل حاجه في الحياه مشروطه. ايه بقى الشرط اللي عليا لما انا هنط من الباراشوت؟ ان انت لن تستسلم مهما حصل، ان انت هتؤمن بالهدف اللي انت عايزه، وهتؤمن برب العالمين انه كده كده هيتحقق، وتكمل في طريقك وما توقفش مهما حصل. ومن هنا فاحنا عندنا في شخصين هما اللي هيبداوا دلوقتي ان احنا نتكلم عليهم. الاولاني اللي هو هيقف وهيحاول وهينط من الباراشوت وهيتعور وهيتعب وهيفقد الامل وهيقع وهيقوم وهينزل لحد ما يوصل وهيأمن بحلمه وهياخد الشروط. في واحد تاني هيقف على اول الطياره ولابس الباراشوت بتاعه ويقرر ان انا لا، ولا جروح ولا تعب ولا الم ولا اي حاجه، انا هفضل واقف بيها. بس الشخص دوت احب ان انا اوعده وعد ان الباراشوت بتاعك عمره ما هيتفتح، هتعيش حياتك كلها زي ما هي. طول ما انت ما عندكش ايمان بالهدف اللي انت عايز توصل له، وما عندكش حاجه انت عايز توصل لها كده كده، فانت هتفضل زي ما انت. وبكده خلصنا الفيديو بتاع اقفز لستيف هارفي اللي قاله في بريك ووصل ل 58 مليون مشاهده، وكان فيديو ممتع ورائع وكبير جدا من واحد فعلا هو مش بس ستاند اب كوميديان، ده بجد فيلسوف، حد كبير. يعني الناس كتير قوي واخداه قدوه من كتر ما هو فعلا قصته مؤثره، واللي طبعا هنحكيها في جزء جاي. وبكده الشوت الاسبريسو بتاع النهارده خلص. كفايتك من الكافيين، خلاص كده انتهت النهارده. نستنى بقى لحد ما جزء جديد يبدا، وهنشوف بقى قصه ستيف هارفي، ومن ان هو كان واحد بيدخل يعني مستنى البنسيون ان هو يقفل او الفندق علشان يدخل يستحمى في الحمامات، وان هو كان مشرد لان هو حاليا ستيف هارفي واحد من اغنى اغنياء العالم ومن اشهر الرجال اللي موجودين دلوقتي في العالم. ولو عجبتك الحلقه ما تنساش بقى سبسكرايب ولايك وكل حاجاتك الحلوه ديت، ولو عجبك المقطع ما تنساش تشيره لاصحابك. والدنيا جميله يا معلم، وهنستنى ولسه في مقاطع تانية جديد جايه. وسلام.